عمرك سألت نفسك ايه موضوع انستا باي اللي بتسمعه في كل مكان حواليك؟ تعالى وانا اقول لك. انستا باي تطبيق آمن ومرخص من البنك المركزي، اللي بيميزه انه بيستخدم خاصية اسمها التحويل اللحظي، يعني ممكن تحول لأي حد أي مبلغ في الحدود المسموح بيها طبعا، ويوصلوا في التو واللحظة. طيب هتقول لي انا مش عارف اوصل للابلكيشن ازاي؟ هقول لك، انا سايب لك لينك الابلكيشن للاندرويد والابل في اول كومنت. يلا بينا اوريكم ازاي بتفعلوا الابلكيشن عندكم. اول حاجه تعملها لما تفتح الابلكيشن هي انك هتبعت له رساله من رقمك، وخلي بالك ان لازم رقمك يكون هو المتسجل في البنك. الابلكيشن هيفتح لك قائمه فيها كل البنوك المسجله فيه، وتقدر بكل سهوله تختار بنكك اللي فيه حساباتك. بعد كده هتكتب رقم بطاقه الفيزا الالكترونيه الديبت المكونه من 16 رقم، وكمان الرقم السري بتاعها، بس اوعى تقوله لحد. هتلاقي مره واحده حساباتك في البنك ظهرت قدامك. اختار الحساب اللي عاوز تضيفه للتطبيق، وممكن تختار حسابين عادي، جاري او توفير مثلا. هتلاقي الابلكيشن فتح لك خانه اسمها IPA، دي كده زي اسم لحسابك على انستا باي. تقدر تديه لاي حد يحول لك عليه لو عنده الابلكيشن، بدل ما تديله رقم الحساب يعني. بعد كده هتلاقي جالك رقم OTP على تليفونك، هتكتبه في المكان المخصص ليه، وده اللي هيخليك تعمل رقم سري للابلكيشن بتاعك، وهو ده اللي هتستخدمه لما تعمل اي عمليه تحويل. وكده هتكون خلصت وحملت التطبيق وجاهز للاستخدام. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصه مع ابو اليزيد.